السلام عليكم. روبن نيفيز كابتن فريق وولفرهامبتون واللي يعتبر عنصر اساسي في تشكيله البرتغال انتقل رسميا لنادي الهلال السعودي ب 55 مليون يورو. بصراحه الصفقه مش بس استثنائيه، الصفقه تعتبر تاريخيه للدوري السعودي. يعني لاعب عنده 26 سنه بيلعب في اقوى دوري في العالم، بيلعب اساسي في منتخب فريقه، كان مطلوب في انديه كبيره زي برشلونه وليفربول، ويقرر ان هو يروح الدوري السعودي. صفقة كبيرة وبتمثل مفاجأة بالنسبة ليا أو بالنسبة لناس كتيرة جدا، خصوصا إن اللاعب ده كان ضمن اهتمامات أندية كبيرة في أوروبا زي برشلونة. لكن مش ده السبب اللي خلاها مفاجأة، في سبب تاني أهم، لأن اللاعب ده عنده 26 سنة، وده يبين لك إن الدوري السعودي مش بس بيجيب اللعيبة الكبار أو بيجيبوا اللعيبة اللي تعتبر مشطبة، اللي تعتبر بدأت تشطب كورة في أوروبا فبيجيبوها يلعبوا في الدوري السعودي يعملوا دعاية. يعني في ناس كتير شايفة إن اللعيبة اللي بتيجي الدوري السعودي بتكون لعيبة كبار، وبيكون الهدف منها هو الترويج للدوري السعودي عشان يستضيفوا كأس العالم 2030. لكن في ظل إن هم بدأوا يجيبوا لعيبة صغيرين زي روبن نيفيز، فده في حد ذاته معناه كبير جدا، لان الدوري السعودي بدأ يدخل في منافسة الدوريات الكبرى. يعني مش بس الترويج او بس الدعاية، لا ده عايزين يبقى فيه منافسة، خصوصا كمان لما بين سبورت اشترت حقوق البث بتاعهم، فدي حاجة تخلينا نقول ان السعودية في طريقها انها تخلي الدوري السعودي من اقوى الدوريات في العالم. ودليل تاني ان الدوري السعودي مش ضعيف، ان مثلا لاعب زي رونالدو هو بيلعب في الدوري السعودي ولسه في المنتخب. هتقول لي يا سيدي ما ده عشان كريستيانو. هقول لك مثلا تصريحات ديديه ديشامب اللي كانت من يومين، اللي بيقول لك على الرغم ان نجولو كانتي بيلعب في الدوري السعودي لكنه هيفضل برضه اساسي في تشكيله فرنسا. فده يدل ان الدوري السعودي مش دوري ضعيف او خلاص اللاعب اللي بيلعب فيه يعتبر بيخلص كوره او مش هيلعب تاني في المنتخب، لا ده منتخبات تقيله اهو زي البرتغال وزي فرنسا. نادي الهلال السعودي كمان بعد ما انتهت العقوبه بتاعته بدا يعمل اتصالاته، هيبدا يدور على صفقات، واولهم روبن نيفيز اللي خلاص حسم صفقته وخلاص بنسبه كبيره هيتعاقد مع مدافع كوليبالي مدافع نادي تشيلسي، وبيبحثوا كمان ان هم يتعاقدوا مع ماركو فيراتي واسينسيو وبرناردو سيلفا ومهدي طرمي وجندوجان، يعني اسامي تقيله جدا. وفي انديه اوروبيه حاليا بتطالب بفتح تحقيق حوالين اللي بيحصل من صرف في الدوري السعودي. نفس الانديه دي شايفه ان وولفرهامبتون وتشيلسي هربوا من عقوبات اللعب المالي النظيف بعد ما باعوا اللعيبه بتاعتهم للدوري السعودي بمبالغ ضخمه. رئيس الاتحاد الاوروبي الكسندر تشيفرين صرح تصريح بيقول وهو بيتكلم عن ميركاتو الدوري السعودي ان السعوديه بترتكب خطا كبير جدا في تعاقدهم مع لعيبه كبار في السن او على مشارف الاعتزال، وان هم بيتبعوا خطط الدوري الصيني في الخطا اللي عملوه لما كانوا برضو بيتعاقدوا مع لعيبه كبار زي انيستا وباوليني ولاعيبه كتير في اواخر مسيرتهم. وكمل كلامه انه بيقول ان الدوري كده مش بيتبني، المفروض منهم ان هم يطوروا اكاديميات كره القدم بتاعه الشباب ويطوروا من اسامي المدربين هناك، وهو شايف ان نظام شراء اللاعبين في اخر مسيرتهم ما بيجيبش نتيجه كويسه. هنرد بقى عليه ان مبدئيا كده اول لاعب اهو روبن نيفيز 26 سنه كابتن فريق وولفرهامبتون ولاعب اساسي في منتخب البرتغال. الحاجه الثانيه ممكن كلامه منطقي شويه، لكن لما بتجيب لعيبه اساطير الموضوع ده بيحفز الشباب او بيحفز اللعيبه الشباب الموجوده في الدوري السعودي مثلا. وبعدين في حاجه مهمه جدا هو ما خدش باله منها، هو ان السعوديه بتبص ابعد من كده بكتير. يعني هم مش مهتمين بكره القدم على قد ما هم مهتمين بالسياحه، وان البلد تظهر، وان دي تعتبر دعايه بتعود بالخير او بفايده على المجتمع السعودي. لكن كمان برضو السعوديه بدات تهتم بالاكاديميات وتجيبوا مدربين كبار من بره، وفعلا بداوا في زرع ثقافه كره القدم في السعوديه، خصوصا بعد ادائهم الكويس في كاس العالم الاخير لما كسبوا مثلا الارجنتين. وبعدين في هدف رئيسي من كل ده هو استضافه كاس العالم 2030، وهم بداوا يستعملوا الاسامي الثقيله دي كمصدر للاشهار او كمصدر لان الناس تعرفهم يعني. كمان الهدف ما بقاش لعيبه اوروبيين بس او اسامي بس، لا برضو بيدوروا على لعيبه مثلا في الاهلي المصري في اكتر من لاعب متميز جاي له عرض من الدوري السعودي زي حسين الشحات او حمدي فتحي او غيرهم كتير. يعني في كمان اهتمام بالمواهب مش بس الاسامي التقيله. بس في النهايه اتمنى تسيبوا لي ارائكم في الكومنتات وتقولوا لي هل فعلا اللي بيحصل في الدوري السعودي ده صح ولا يعتبر اهدار اموال على الفاضي. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. كان معكم فريد ثروت، سلام.